أيضا حتى نبقى بموضوع الانتقال اللاعبين، اللاعب سيف رشيد أيضا تلقى عرض من فريق شريف المولدوفي وبارتيزان البولوني، وعرض آخر من فريق دوري يلو السعودي. أكثر من عرض يتقدم إلى اللاعب سيف رشيد. كابتن، رأيك بهذه العروض كابتن أحمد؟ يعني هو قدم أول شيء موسم ملفت للنظر مع القاسم. وكان حقيقة يعني مهاجم من الطراز الأول، والدليل أنه هو كان رابع الهدافين 15 هدف، سجل على فرق جماهيرية بمستوى فني عالي، كان دائما انه تحس مثابر داخل الملعب. رايك بالعروض كابتن احمد؟ استحقاقه لكل مستوى. نوعيه العروض اتحدث يعني انا مع الدوري السعودي اذا يقول لي يلو قريب على المنطقه، اللغه قريبه، ينسجم وينصهر مع الثقافه السعوديه بسرعه، ينسجم مع اللاعبين بسرعه. اول شيء مسلط الاضواء، فرصه انه راح يشاهد لاعبين عالميين كان يعني يشاهدهم ويشجعهم بالتلفزيون. كابتن يلو مو روشن، اعرف الدرجه الثانيه يعني هو الروشن الاول المحترفين، نعم. والثاني نعم. الممتاز يلو. طبعا حتى لو كان يلو هم راح يصادف لاعبين هم على مستوى عالي، راح يخوض وياهم تجربه قد في مباريات الكاس استاد فرج، قد بعض البطولات يتلاقى وياهم. فاني مع انه يحتك ويروح يطور نفسه في الدوري السعودي. ذروه المستوى الاداري بدات تظهر معالمه من خلال انه اداره الحقيقيه والتخطيط الحقيقي باظهار شخصيه الدوري السعودي بأبهى شخصية بالدول الإقليمية. كابتن، شبكة نجوم الرابعة، مشاهدة آمنة لكل العائلة.